أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة الروندو. معكم عبدو الصمد، فيديو جديد. ما تنساوش لايك واشتراك ويلا نبداو. الفيفا أخبر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالسماح للاعبين المزاولين في أوروبا للالتحاق بالمنتخبات الإفريقية المشاركة في إفريقيا يوم 28 دجنبر. وكان الكاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حدد لائحة ب 27 لاعب لكل منتخب مشارك في إفريقيا، ولكن يحق لهم الدخول ب 23 لاعب فقط للمباريات. أما فيما يخص لاعبي المنتخب الوطني المغربي، للأسف تأكد غياب مزراوي عن المنتخب المغربي غير محظوظ بغياب لاعب كبير بحجم مزراوي. أما بالنسبة لأملاح وبوفال، هما كامل الجاهزية ورهن إشارة وليد للالتحاق بالمنتخب. هذا الخبر التالي خاص بالفلوس والعاقة. صحيفة 90 مينيتس سربت خبر حول أجور المدربين المشاركين في كأس إفريقيا، وكانت لائحة ب10 تاع المدربين صدرها جمال بالماضي ب200 ألف يورو للشهر. كان وليد الركراكي في المركز الخامس ب60 ألف يورو. المدرب التونسي جلال قدري ب11 ألف يورو شهريا. فيما يخص الخبر ما قبل الأخير، كاين خبيرة كتدور كتقول ان مانشستر يونايتد مهتم بخدمات المدرب السابق لاشبيليا اللي درب النصيري في اشبيليا. قالوا ان لوبوتيغي بغى يدي معاه النصيري لمانشستر يونايتد. هذه فقط مجرد اشاعه لحد الان، وما كاين حتى تاكيد من الاطراف المعنيه بالامر. وفي الخبر الاخير، هيرفي رونار الغني عن التعريف سولوه قالوا له شكون غادي تشجع في افريقيا؟ كان الجواب ديالو منطقي والجواب ديالو بديهي. قال لهم المغرب والكوت ديفوار وزامبيا، المنتخبات اللي دربها سابقا في افريقيا. هنا وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لكم على المتابعة، وما تنساوش ديروا لايك إذا عجبكم الفيديو واشتراك في القناة. نشوفكم في الفيديو القادم، والى اللقاء.